أنا من السليمانية. نعم. السليمانية معروفة عنها هي مدينة الحراك السياسي والاجتماعي والمبادر عادة في التاريخ الكردي، وعاصمة الثقافة الكردية اليوم، هذا مقر به في إقليم كردستان. السليمانية بطبيعتها مدينة سياسية، والسجالات السياسية الكردية والأوسع من الوضع الكردي دائما تتجلى في السليمانية. وأنا نشأت في بيت وبيئة ثقافية وإلى حد ما أيضا سياسية، ولو أن والدي رحمة الله عليه كان قاضيا غير منخرط في العمل السياسي الحزبي، لكن كان له مواقف سياسية ككل العراقيين وكل الكرد. السياسة يصبحت جزء من حياتنا. والدتي رحمة الله عليها كانت ناشطة سياسية وناشطة في مجال حقوق المرأة، ونشأت في تلك الأجواء، وحتما تأثرت بالأجواء الثقافية والسياسية في المدينة. وهي حقيقة تاريخ السليمانية على مر التاريخ يعرف عنها مدينة عصية، مدينة صاحبة موقف، ودوما في الصدارة في مواجهة الظلم، وكان في صدارة النضال الوطني الكردي من أجل الحرية، واحتضنت أيضا في هذا السياق كي يكون دقيقا الكثير والكثير من أحرار العراق. وهذا أيضا كان جزءا من وضعنا في السليمانية من حيث التواصل مع بقية أنحاء العراق وأحرار العراق.